سلام حبوباتي، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله تكونوا لاباس. على بالي طولت عليكم، عندي بزاف ما درتش فيديوهات. اليوم جيتكم فيديو جديد. كما تشوفوا اليوم جبت لكم أسئلة الله الله ناجحة مليار بالمية. شوفوا هنا برك التكستير تاع العسل كيفاه جا يبان مخدوم كما نقول مشري من برا، هو مخدوم في الدار. شتي ناجح، ما تامنيش راسك كيفاه. شوفي برك هنايا لو كان واحد يقولك بلي اني شريتو ما تامنيهش. شتي كي تخدمي في الدار، شتي يجيك واش نقول لك، شتي انا خدمته وما امنتش بلي خدمته. يبان مام اللوغو تاعو، يجي اللوغو تاعو روعه. شوفوا هنايا برك اللون تاعو كيفاه جا. اللون ديري تحكمي فيه، ولا كثافة العسل ثاني ديري تحكمي فيها، يعني على حسب المعسلات اللي ديري اللي باغيه ديريهم، سواء تشهري المقروض ولا القريوش ولا تعسل تاع البقلاوه، خاطشي يختلف. شوفي هنا كميه شحال جاني. رطل سكر يجيب لك يجيك رطل عسيله ولا فايته شوي. شوفي انا هنايا رطل تاع سكر شحال جاب لي، رطل وشوي، فهمتيني؟ يعني تجيب لك كميه لا باس بها. هنا نفوتوا المقادير. اول حاجه شوفوا هنايا درت 2 كاسرونات. لاحظوا هنايا الكاسرونه الاولى درت فيها 250 غرام سكر، والكاسرونه الثانيه درت فيها ثاني 250 غرام سكر اللي هو رطل. لاحظوا هنايا الكاسرونه الاولى حنحط السكر هذا يتكرمل، فهمتوني؟ الكاسرونه الكبيره انا تعمدت اني نحط السكر في الكاسرونه الكبيره باش يعطيني الطور وتكرمل لي السكر على غرضه ومنطون ما يتحركش. شوفوا هنايا دوك نحط الكاسرونه تاعي السكر تاعي بليتو يتكرمل ومنطون نعسو ونهبط الاطراف تاع السكر كل دقيقه. والكاسرونه الثانيه كما قلت لكم هنايا شوفي بملعقه خشبيه تهبطي الاطراف تاع السكر هذوك. والكاسرونه الثانيه ديري لها هاي الكاسرونه الثانيه ديري لها هنايا كاين 250 غرام سكر، ديري لها 250 ملي ماء. يعني في رطل سكر يديلك رطل، يعني كومبلي. نهضروا على العسل بصفه عامه. القاعده عندك كيلتين سكر بكيله ماء. الكيله الاولى حتكرمليها، والكيله الثانيه تحطيها تغلي مع 250 ملي ماء، تغلي لمده 5 دقائق. هذه المرحله الاولى. دوكا حنا نفوتوا نحطوا السكر تاعنا يتكرمل والماء ثاني يغلي لمدة 5 دقائق، ومن بعد نكملوا المرحلة اللي بعدها. بلا ما نساو المغرفة الصغيرة هذيك تاع الشب. شوفي احنا في العسيلة عندنا 3 كما قلت لكم هنايا المغرفة تاع الشب. العسل شوفي ديري فيه القارص ولا الشب ولا حمض السيتريك. كما انا هنايا ما عنديش القارص، درت غير مغرفه صغيره شب، يعني بالشب يصلح وبحب حمض السيتريك يصلح وبالقارص يصلح. يعني احنا كل عنصر عنده لي سيكوريتي تاعو اكثر. عندنا حمض السيتريك هو الاول، ومن بعد يجي الشب، ومن بعد يجي القارص. يعني قادره ديريه بالقارص وينجح لك. تختلف برك كما نقولوا الكاليتي تاع العسل تاعك. انا هنايا درت الشب ونجح لي ويقعد لك مده ما تامنيش راسك. ومن بعد نجيو للمرحله اللي بعدها، وهي انك تحطي السكر يتكرمل. ها هو كيف الكاسرونه هذه اللي منها، والكاسرونه اللي من هيك فيها 250 غرام سكر و250 ملي ماء. تخليهم يغليو لمده، شوفي هنا حركي السكر تاعك، تحطي ساعه السكر تاعك هنايا يتكرمل على نار متوسطه. حذاري تقوي النار، النار تاعك تكون متوسطه، وانتي راكي تهزي بالكراميل تاعك، خاطش لو كان تغفلي عليه شويه يتحرق لك، ويتحرق يتحرق لك شويه يدير لك هذيك المراره.
وشوفي الكاسرونه هذيك اللي من هيك اللي درت فيها 250 غرام سكر، وشوفوا النار هنايا متوسطه، عليها انا نقصتها يذوب لي ساعه داك السكر. ومن بعد ساهل كيف قادر تقوي لها شويه، تحركي مليح. حطيت قدامي المغرفه تاع الشب، خلطي مليح السكر تاعك، لازم تحركيه. شوفي هنايا السكر تاعي، لاحظي هنا منين ذاك راني نهبط في الاطراف. ممكن التصوير ما يبانش بصح في الواقع راهو يبدا يذوب. هبطي السكر تاعك بمغرفه كيما نقولوا خشبيه، ما ديريش تاع الحديد. كل ما يبداو يذوبوا السكر الاطراف هذوك هبطيهم انتيا. والكاسرونه تاعك ديري كاسرونه ثقيله، ما ديريش الكاسرونه الخفيفه هذيك راهي ما تصلحش. شوفي الكاسرونه ديك من هيك منين داك نحرك، خاطر شوفي السكر راه يهبط لتحت، خاطر كون ما تحركيش راح يتكرمل. حركيه حتى يذوب. انا بالعين نقصت النار باش يذوب لي السكر، وكنت تقوي لها قادره يتكرمل لك هذاك السكر اللي في الكاع. تقعدي هكا قدام كيما نقولوا السكر تاعك والماء، وما تبعديش عليهم. شتي الكراميل عمرك ما تبعدي عليه، قدامه تقعدي قدامه هكا تعسيه، تهبطي الاطراف. شوفي هنا انا بدلت برك المنصب، جاتني النار شوي قاويه، خفتي تحرق لي، بدلته. ومن النار كانت شويه قاويه خليت الماء مش مشكل يعني، راني سكر محسوب اذا راني نس فيه. يعني هي النار ماهيش قويه بزاف، بصح انايا تعمدت نبدل المنصب. الماء خفت السكر يدير يتحرق لي وراني نهز فيه. والماء راكي منين داك تحركيه. انا تعمدت في هذه المرحله اني ما نقصش في الفيديو باش تشوفوا كيما نقولوا المراحل كامله وتنجحوا فيه باذن الله. العسل هذا المنزلي ناجح 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 ناجح. اي وحده تشوف الفيديو هذا نوض تجربوا يصلح. شتي ناجح مليار. انا هذه ماشي اول تجربه عندي في العسل، ديما نديرو مرة نديرو بالقارص. ما يكون عندي في الدار لا حمض السيتريك ولا الشب، ندير غير بالقارص. القارص برك مثلا اذا في رطل ديري نص حبه، اذا في كيلو ديري حبه، تقصري هذيك نص حبه قارص وتكملي تحطي هذيك النص يكمل يطيب في الماء هذاك. هنايا شوفي الماء، شوفي هنا الماء كي يذوب السكر ويهز الغليه، احسبي 5 دقائق وطفي. هذه المرحله الاولى تاع الماء. والعسل من ولا السكر من هيك وتكرمل. هاي نكمل برك ندوب هذاك السكر اللي يتحجر. هو طبيعي اللي يتحجر بصح بدا يذوب. خاطر ما تخافيش، خاطر الكاسرونه راهي ثقيله، ما تخافيش انه يتحرق لك. المهم تعسيه بشوي بشوي يذوب. خاطر انا كانت هنا عندي كميه السكر بزاف، هو طبيعي انه يدير لي كريمون هذا عادي ومن بعد راهم يذوب وانت برك عسيه. والماء اللي منا النار راهي ناقصه متوسطه، راهي متوسطه 5 دقائق. هذه الغليه الاولى 5 دقائق وطفيلو. والغليه الثانيه 5 دقائق ثانيين امي ديريهم كي ديري الماء هذا على السكر، يعني التوتال 10 دقائق. 10 دقائق ما تفوتيش. مثلا انت بغيتي عسيله كيما اللي درتها انا 10 دقائق، بغيتيها اخف المرحله الثانيه ما ديريش 5 دقائق، ديري غير مثلا 3 دقائق 4 دقائق باش يجيك خفيف. شوف هنايا انا درت كميه تاع الماء، شوف فيه ولا طبيعي انه يتحجر بس مش بزاف. كملي الماء تاعك هكا كامل، كمليه وقعدي حركي. دوك حنا ماشي دوك تبداي تحسبي له 5 دقائق، تحسبيهم كي يذوب لك هذاك السكر، بيتو هذاك السكر اللي تحجر لك حتى يذوب يولي عسل صافي، ثم تبداي تحسبي. وكيما قلت لك اذا بغيتيه ثقيل كيما اللي درتو انايا، يعني ما يجي متوسط، تيكستور تاعو تجي متوسطه، راكي تزيدي له 5 دقائق. بغيتيه اخف مثلا تشهري به المقرود، ديري به القريوش، هذا العسل يبغي يكون خفيف، ديري له لو ماكسيموم 3 مينوت لو ماكسيموم تكفيه.
بصح مثلا البقلاوه تبغي العسل الثقيل، باش نكذب ولا بطانه يعني. بصح على كل حال يعني خصو يكون يجيك ثقيل، هاك يدفيه شويه يعاود يدير يخفاف. يعني شتي لون السكر انت تحكمي فيه، شتي كي تكوني تكرملي في السكر تاعك بغيتيه مثلا يكون شويه فونسي، زيديلو شعره يتكرملي يكمل، زيديلو شويه برك او زيدي الفونسا، بصح ما تزيديلوش بزاف خاطر كون تزيديلو راح يتحرق لك، فهمتيني؟ زيديلو غير شويه، شوفي انت اصلا لونه راهو كلاع، زيديلو شويه يتفونسا. والثاني كثافه العسل انت تحكمي فيها، شتي كي تكوني المرحله الثانيه كي يعود يغلي فيه في الخمس دقائق هذيك، اذا بغيتيه كيما نقولوا ثقيل هكا ديري 5 دقائق، بغيتيه خفيف ديري قل من 5 دقائق. هنايا انا في المسموم يعني نذوب في هذاك السكر، لازم يذوب. العسل يبغي الوقت، يبغي توقفي عنده كيما نقولوا تركزي معاه، بصح هو راهو ساهل ساهل ساهل. مجرد انك كاين كيما نقولوا 3 نقاط لازم تركزي فيهم. اول حاجه السكر تاعك يتكرمل، لازم تسيه ما يتحرقليش. السر الثاني انك تقعدي تحركي بعد ما تلوحي الماء، تقعدي تحركي ثاني، ما تخليش السكر يهبط لك لتحت. شوفي هنايا ومازال ما ذوبوليش، بصح بشوي بشوي يذوبوا مع كيما نقولوا تقعدي تحركيهم يذوبوا. هنايا انا بالعاني مبغيتش نقطع الفيديو، انا بالعاني درت لكم كميه قليله كيما نقول لي بغات تجرب غير السكر، اذا نجح لها تعود دير بكميات كبيره. بصح كي ديري كميه كبيره حاولي ديري معون يكون كبير، فهمتيني؟ معون يكون كبير باش يجي السكر تاعك هذاك سهل باش هنايا شوفوا السكر هنا تاعي خلاص ذاب. زدت مغرفه تاع الشب، ماهيش مغرفه، راهي على راس المغرفه. شتي المغرفه الصغيره هذيك ديريها على راس المغرفه شابه، هاي مغرفه تاعي طول صغيره على راس المغرفه شب. تحركيها حتى يذوب الشب هذاك مليح، حتى يذوب الشب مليح، متخليش يتكعبر لك، هو يذوب يعني. دوك تلاحظي كيف لون العسل كيف يتبدل، يقول لك اللي رايح على صفوريه، اللي يتكلارا شويه. خاطش هنايا تعرفي بلي لازم ديري حساب يكون شويه غامق خاطش من بعد يتكلارا. دوك هنا تقعدي تحركي فيه، قوي شويه النار باش يهز الغليه برك باش تحسبيلو. يعني قويت شويه هنايا النار، يهز الغليه برك وحسبت له 5 دقائق. بداو الفقاعات، شوفينا لونه كفاه ولا موش نفس اللون تاع قبيل اللي يولي على صفوريه شويه. هذا الشب هو اللي يرجعو هكا. الشب يمنع السيله ما تسكرلكش قد ما قعدت قد ما طولت. شوفي الشب وحمص السفريك وقارص كيما قلت لكم. القارص شويه انك ما تكثريش برك، ما تكثريش ما يجيكش هذاك لوغو تاع الحموضيه، هذا ما كان. شوفي هنايا كي يبدا يغلي يدير هذوك الرغوه هذيك من فوق، يبدا يتفاعل مع الشب هكا وهز الغليه. دوك نقصلو ونحسب 5 دقائق، يعني التوتال 10 دقائق. هنايا كيف تعرفي بلي العسيله تاعك راهي كيما نقولوا واجده، تحكمي بالمغرفه هكا، هزي قطرات هكا حطيهم في صحنه وخليهم، زيدي تما شويه هكا ورجعي لهم. شوفي اذا شتيه متماسك يعني راهو مليح.
قولوا انت حاجة باهي. هنا قوامها راهو مليح. سي بون، هنا الاسئله تاعي محسوب راهي وجدت. سي بون، شوف هنايا هاي التجربه اللي درتها، حطيت قطرات برك. شوفوا هنايا هكا طار فيها بلي واجده. شوف كي تبرد ثقال. هكا طار في الاسئله تاعك كي تكوني مثلا تخدمي فيها، حطي قطرات خليهم يبردوا. هكا نكونوا كملنا الاسئله تاعنا.